السلام عليكم اخواتي. النهارده اول فيديو في سلسله ازاي انت تتعلم تحسب الريسيبي بتاعك وتحسب المكسب بتاعك لو انت فاتح قهوه، وازاي تعمل الريسيبي لكل حاجه في المنيو عندك. وانا ازاي هنا دلوقتي هحط لك الريسيبي بتاعك من اول السخن بتاعك. يعني نبدا من اول حاجه، نبدا مثلا واحد القهوه يا معلم، اللي هو كيلو القهوه بتاعك انت بتجيبه. كيلو البن بكام مثلا؟ نعمله معاك كام؟ 400 جنيه. ال 400 جنيه دول، شوف ده كيلو تمن البن. البن كام جرام؟ 1000 جرام. 1000 جرام واحد القهوه هياخد معاك 12 جرام. يعني انت حوالي هتخش لك في كيلو البن هيعمل لك حوالي 75 كوبايه قهوه. ال 75 كوبايه قهوه دول انت لما تبيعهم الواحده، كوبايه القهوه لوحده ب 15 جنيه، يعني هيعمل معاك حوالي 1225 جنيه. وانت جايب الكيلو البن بتاعك بكام؟ ب 400 جنيه. تمام. فانت لما هتيجي تحسبها هتلاقي نفسك كسبان في بتاع 700 حاجه و20 جنيه. تمام. طلع السكر بتاعك انت تحطه. قول يا عم هتطلع مثلا 100 جنيه. تمام. فانت كسبان 600 جنيه. فانت اصلا كسبان الضعف اللي انت جبته و200 جنيه كمان. ده لو كيلو القهوه بتجيبه ب 400 جنيه. ده في ده في القهوه كده كده ما فيهاش خساره. يعني انا عايز اقول لك اسكان بقى تيجي تقول لي بن تقيل بن خفيف، ما فيهاش خساره خالص. تعالى بقى يجي يقول لك مثلا حساب الشاي. حساب الشاي ده بقى، ده موال تاني خالص اقسم بالله. انت بتجيب الباكيت الليبتون ده اللي هو ال 100 فتله ب 100 جنيه يا عم. في 100 فتله، يعني الفتله واقفه عليك بجنيه. انت بتبيع واحد الشاي ب 15 جنيه. فانت كسبان فيه 12 جنيه. ليه 12 جنيه؟ مش هتيجي تقول لي كده انا بكسب فيه 14 جنيه، لا. في سكر انت بتحطه، وبتحسب مثلا كهربتك والحاجات دي مثلا جنيه كمان. فانت كسبان فيه كام؟ كسبان فيه 12 جنيه. يعني انت ممكن ما تشتغلش غير قهوه وشاي بس وانت تروح مرضي. الفيديو الجاي عشان ما اطولش عليكم احط لكم برضو ريسبي والحاجات دي الايتمات التانية.